بكم أصدقائي الأطفال في قصة جديدة بعنوان حقيبة رمضان. ونحن في رمضان يا أصدقائي الأطفال تذكرت ذكرى لم أنسها في حياتي وأردت أن أشارككم بها. في يوم من الأيام أخبرتني أمي أن رمضان سيأتي عندما نرى الهلال في السماء، فسألتها هل يركب الهلال ليتنقل في الأرجاء؟ فضحكت وقالت رمضان شهر يأتي مرة كل عام، فيه أنزل القرآن وفرض الله فيه الصيام. وعندما جاء وقت نومي قلت لأمي أنا أيضا سأصوم، فقالت أنت تصوم فعلا يا بني عندما تنام، فلا تأكل ولا تشرب إلا في الأحلام. فقلت لها لكن أنتم تتوقفون عن تناول الشراب والطعام من الفجر إلى المغرب، وتكثرون من فعل الخيرات، وتصومون عن أي فعل حرام، وأنا أريد أن أصوم مثلكم. فقالت لي نم الآن، وحين يأتي رمضان سأجعلك تصومه كله. وعندما أتى هذا الشهر المنتظر علقنا زينة وفوانيسا جميلة احتفالا بقدومه، وبدأت أمي تعد حقيبة له. فسألتها ما هذه الحقيبة التي تعدينها يا أمي؟ فقالت هذه حقيبة رمضان نعدها خصيصا له. فسألتها ولما نعدها يا أمي؟ فقالت نعدها ونهديها لأي محتاج ليأكل منها في وجبة الإفطار والسحور، ونضع فيها بعض الأطعمة مثل الأرز والفول واللحم والبطاطا وغيرها. فساعدتها في فعل هذا، وقبل أن نغلق حقيبة رمضان خبأت فيه قطعة حلوى وفانوسا صغيرا وورقة رسمت فيها هلالا فرحانا. فقالت لي أمي ما هذا الذي وضعته؟ فقلت لها لعل هذا المحتاج الذي سنسلم له الحقيبة يكون له ابنا صغيرا فيأكل من قطعة الحلوى ويلعب بالفانوس ويتعلم من هذه الورقة رسم هلال. ففرحت أمي وقالت ونعم التفكير يا بني، اترك سنهدي الحقيبة لمحتاج لديه أطفال صغار. مرت الأيام ولن أنسى هذه الذكرى الجميلة التي كلما كبرت وكلما أتى رمضان تذكرتها، واليوم رويتها لكم لتعدوا أنتم أيضا حقيبة رمضان. وبهذا نكون قد أنهينا قصتنا لهذا اليوم، ونلتقي في قصة أخرى إن شاء الله.